في مقهى صغير بضوء القناديل الخافتة، جلست عرافة مصرية قديرة أمام امرأة متوترة. تقول العرافة بنبرة هادئة ومشوقة: العرافة: يا ابنة النيل، انظري إلى أوراق البخت. ترى أن السحر، الحسد والغيرة قد لوى أزمان الأسرة، وكانت تعاني في ظل الظلال الثقيلة. لكن الأيام تتبدل يا عزيزتي. اليوم سيتحول الألم إلى قوة، وسيعلو الصوت فوق كل من استهزأ بالنجاح في الخفاء. ستقومين وتنجحين بصورة تشع نوراً، ليتوقف العدو عن النظر إليها بازدراء، وتبدأ العيون في تقدير عظمك. المستمعة بتردد: ثم أمل، هل حقاً سيحدث ذلك؟ العرافة بابتسامة خفيفة: إن كانت رغبتك في التغيير تنبض في قلبك بقوة الصقر، فقط اكتبيها في قلبك، وتابعي درب الوفاء لنفسك. إذا ترددت، فكري في نطق الكلمات: أريد النصر والازدهار، أحول الألم إلى قوة. وعندها سيبدأ الكون بالإجابة، وتزهر أيامك بالنجاح والطمأنينة. اتخذي هذه الكلمات سراً في قلبك، واتركي الحسد خلفك، فالنجاح سيأتي لمن يستحقه. المستمعة بعيون لامعة: أكتبها في قلبي، وسأمضي قدماً نحو النور.